يسعد مساكم حبايبي، وان شاء الله تكونوا بألف خير. حبايبي اليوم رجعت لكم مع حلا جديد. بدنا نعمل المعروك السوري اللي كل العالم صارت تعرف قديش طعمته زاكي وطيبة. حبايبي في عنا كيلو طحين، في عنا كاسة سكر طحنتها مع معلقة محلب، معلقة يانسون، معلقة شمر مثل ما شايفين. طحنتهم مع بعض مشان ينعموا اكتر على الطاحونة. في عندي كاسة مي، كاسة حليب بحرارة الغرفة، كاسة زيت، وفي عنا معلقة زبدة مشان بالاخير ندعكه. حبايبي المعروك هلا رح نعمله نعجنه ونخمره لبكره. كل ما تخمرت عجينته كل ما كان اطيب. طبعا ما بدي انسى انا حطيت معلقة خميرة مع الطحين وحركتها، حطيتها بقلب الصينية. خليكن حبايبي معي لحتى نضيف المكونات ونبلش عجن. حبايبي مثل ما شايفين ضفنا النواشف، هلا بدنا نخلطها مع الطحين. حبايبي ما بدنا نضيف السوائل هلا لحتى نخلطها، انا ما عندي عجانة عم بعجنها بايدي. حبايبي كمان في شغلة، الحلا شو بتحب ست البيت؟ في ناس بيحبوا السكر كتير حلوة يعني كتير، وفي ناس بتحط بعد ما نعجنه ونحطه بالقالب بنحط على الوش سكر. الشغلة بترجع لست البيت. تمام حبايبي، هلا هيك بنبلش نضيف اول اشي الحليب والزيت، بنضيف شوي شوي وبنعجن شوي شوي. اخر شي بدنا نضيف المي، خلي المي للاخير بشان ما تضطري انه تضيفي طحين. خليكم معي حبايبي مثل ما شايفين عجنتها. ما بدي احكي لكم عن الريحة ولا حتى طعمتها. حبايبي مثل ما قلت لكم بدنا نخمرها لتاني يوم. تاني يوم بدنا نبلش نشتغل فيها. حبايبي هاي عجينتنا بعد ما خمرت تركناها 24 ساعة مثل ما شايفين. قطعناها لست قطع. جهزنا حشوة المعروك، التمر، جوز مع جوز هند، وفي عنا جوز هند سادة، حبة البركة وسمسم. حبايبي بعد ما قطعناها خليها نتركها 10 دقايق، بعدين نبلش نشكل المعروك تبعنا. حبايبي مثل ما شايفين بعد ما ريحنا العجينة مديناها بهالطريقة، حطينا الحشوة بقلبها، نحاول نسكرها منيح من كل الجوانب. تمام، بعدين بنلفها بهالطريقة حواف تبعها منيح. وبشكل حلو. حبايبي بعدين بنجيب سكينة مقطعة من هاي جوانب بهي الطريقة، شو بتحب ست البيت تزينها. رح نزين هاي بالسمسم، رشيه بهالطريقة. انا جايبته اسمر نوع تاني منيح مثل ما شايفين. بنظبطها، نحاول اذا فتح. حبايبي مثل ما شايفين واحدة عملناها دائرية حشيناها عجوة، واحدة عملناها بهذا الشكل كمان حشيناها عجوة. حبايبي حشوة الجوز مع جوز الهند جبت لها هذا السيروب من السوق مثل ما شايفين. ضفت على جوز الهند، حركهم
ما تكتروا، يمسك الجوز مع جوز الهند. ما بدي اياه ينزع العجينة. حبايبي عجينتنا مديناها بهالطريقة هاي. بدنا نحشي جوز حبايبي، هاي جدلناها بهالطريقة هاي بشكل دائري. حشيناها جوز مع جوز هند حبايبي. هاي بدنا نحشيها مثل الجدولة. بدنا نعملها، بدنا نحشيها عجوة وجوز مع جوز هند وجوز هند لحالها، وبدنا نجدلهم هن الثلاثة مثل ما شايفين هيك عم بعملها. بدنا نجدلهم مع بعض جدولة واحدة مثل ما شايفين حبايبي. عم نسكرها وما نخلي اي وحدة. نضغط عليها، نسكر ونضغط عليها. بضل عنا اخر وحدة جوز الهند. طبعا عنا جوز هند بدنا نضيف عليه قطر او عسل ونلفه بنفس الطريقة. خليكم معي مثل ما شايفين حبايبي. جدلناها 3 حشوات جوز هند وعجوة وجوز مع جوز هند حبايبي. هلا بدنا نحطها بالصينية. بدنا ندهنها صفار البيض بعد ما نكون خافقينه. بنحط معه معلقة نسكافيه تعطيه لون ذهبي رائع جدا. خليكم معي حبايبي. مثل ما شايفين عملنا اول صنف، وثاني صنف كان سادة لاني انا بحب المعروق السادة حبايبي. هلا بدنا ندهنه بصفار البيضة، بعدين نحطه بالفرن على درجة حرارة 200 من تحت بعدين من فوق. خليكم معي حبايبي. معروقنا خلص. ما بدي احكي لكم على الطعمة والنكهة والريحة بتعقد عن جد. ريحة المحلب وريحة الشمر واليانسون والسمنة والزبدة بتجنن، رائعة جدا. بتمنى انكم تجربوها. لا تنسوني من اللايكات. بشوفكم مع حلا جديد وطبخة جديدة مع مطبخ ساما.